السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكنافة بالقشطة بطريقة حلوة قوي، سهلة وبسيطة. جربيها بالطريقة دي وبالخطوات دي، هتنجح معاكي من اول مرة. بصوا شكلها تحفة ازاي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة كده ببتدي ان انا احضر الشربات بتاع الكنافة، عشان الشربات لازم يكون بارد. بنزل هنا بكوبايتين من السكر، عليهم كوباية مية وعصرة ليمونة، وبرفعه على النار يغلي لمدة 5 دقايق من غير ما اقلب ولا اجي جنبه خالص. بعد كده ببتدي ان انا اقلب بالراحة كده في النص، عشان اتأكد بس ان كل السكر داب. بعد كده قبل ما بطفي بقى بحط عليه معلقة صغيرة من السمنة البلدي ورشة فانيليا، وبسيبه كده يغلي على نار هادية لمدة 5 دقايق تاني، وبطفي عليه. بس كده. هبتدي بقى ان انا افضي كده الشربات بقى في حاجة، واسيبه يبرد كويس جدا قبل ما ابتدي في الوصفة خالص. هنا بقى عندي نص كيلو من الكنافة، بجيبها طبعا من قبلها بيوم وبحطها في الفريزر، بحيث اطلعها تبقى سهلة في في الفرم، او ممكن تعمليها على ايديكي. انا بحطها في الكبة، بتطلع كده حلوة قوي يعني. برضو ما ندهاش ضربة جامدة، لا هي ضربة بسيطة كده، بحيث بس تبقى ناعمة كده. بعد كده بنزل عليها ب3 معالق كبار من السكر البودر، واقلب كده الكنافة مع السكر البودر. بنزل بقى عليها بكوباية من السمنة البلدي. ببتدي بقى ان انا اقلب كده السمنة مع الكنافة كويس جدا، لغاية ما كل الكنافة تتشرب السمنة. حلوة قوي. بقلب كده كويس. طبعا مش هينفع بالمعلقة، لازم بايديكي كده تبدا يعني تدخلي كل السمنة في في الكنافة كلها كويس جدا. بعد كده بقى القشطة هنعملها ازاي. معايا هنا كوبايتين ونص من الحليب، هنزل عليهم بمعلقتين كبار ونص من النشا. ادي معلقة تانية ونص. المعلقة دي بقى بجد بتفرق جدا في طعم القشطة. هي معلقة كبيرة من بودرة الكريم كراميل. حطيها بقى على كده على القشطة، بجد هتخلي طعمها تحفة. كمان هنحط هنا علبة قشطة بس ما ظهرش في الفيديو، او تحطي قشطة وش اللبن، ونقلب كده كويس جدا، ونرفعها على النار برضو مع التقليب المستمر لغاية ما القوام بتاعها يتقل كده. بس هنا كده خلاص. القوام بتاعها مظبوط جدا. بجيب بقى الصينية مقاس 30، وابتدي ان انا ادهنها كده دهنة حلوة من السمنة. لازم ندهن الصينية كويس جدا والاطراف. هنزل بقى كده بنص كمية الكنافة عندي، وابتدي ان انا اسويها كويس جدا في الصينية. وبعمل كده للصينية يعني حرف كده، بحيث القشطة ما تطلعش منها. لازم كده اودي الكنافة على الاطراف كده. بعد كده بقى بكبسها كده بأي حاجة بقى عندك، برطمان او اي صينية اصغر من دي مثلا هتضغطي عليها. المهم ان احنا نكبسها كويس جدا. بعد كده بقى هنزل بالقشطة في النص كده، وما برضو ما طلعهاش على الاطراف قوي. بسويها بقى كده كويس. انزل كده بباقي كمية الكنافة، وبرضو هبتدي ان انا اكبسها. بس طبعا المرة دي مش هندوس جامد عشان القشطة ما تطلعش. بنسويها بس كده بالراحة. بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تتحمر، وتلاقي كده الاطراف بتاعتها فصلت من الصينية واتحمرت كويس جدا. هبتدي ان انا اشغل الشواية تاخد لون كده من على الوش. هنا بقى الشربات كده، بصوا بعد ما قعد وبرد تقل ازاي. هنا بقى خلاص كانت استوت وطلعت من الفرن. هبتدي ان انا اسقيها بالشربات. هي هتاخد كمية الشربات كلها. الشربات هنا مظبوط جدا، هيبقى سكرها حلو قوي.
هنا بقى هابتدي ان انا اقلبها كده على الوش التاني. بصوا بقى لازم كده نسقيها برضو كويس عشان الحتت اللي هي ما اتشربتش كويس العسل. ببتدي كده انزل برضو بمعلقتين كده من العسل عشان اتاكد ان ايه، يعني كلها اتشربت كويس الايه العسل بتاعها. تعالوا بقى نقطعها ونشوف شكلها من جوه تحفة ازاي. بصوا بقى شكلها حلو قوي، الشربات بتاعها مظبوط، هتلاقوها كده مقرمشه من بره ومن جوه طريه وحلوه قوي. القشطه كمان طعمها تحفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.